جولة في مدينة الرباط وبالضبط من نفق حسان أمام فندق فرح سابقا فندق برج العرب حاليا بعد ما تم تغيير الاسم ديالو. هذا هو نفق حسان، هذا النفق اللي تم التدشين ديالو سنة 2021 واللي تم البناء ديالو في ظرف 45 يوم. ما كيتواجد أمامنا على اليمين باب الديوانة اللي كيتواجد هنا على مستوى شارع الحسن الثاني، الشارع اللي كيربط نفق حسان بنفق باب الحد، اللي كيتواجد كذلك باب الملاح اللي كيتواجد هنا على اليمين. كتواجد امامه ساحة ديال الحمام، الساحة اللي معروفة بساحة الحمام، كتواجد بالجانب ديال تخفيض رضا وكيتواجد على اليسار. بجانب تخفيض رضا كذلك كيتواجد فندق بوركراك، هذا الفندق اللي معروف في مدينة الرباط اللي جا وسط المدينة، وكيتواجد بالجنب ديال باب شالة. على طول هاد الشارع كيتواجد باب الديوانة كذلك باب الملاح كذلك باب شالة، وكتواجد كذلك باب الحد كذلك اللي فيها هي الأخرى نفق. هذا هو باب شالة كيتواجد على اليمين. كتواجد محطة ديال الحافلات ديال مدينة سالة اللي كتربط الرباط بسلا. كذلك حديقة ديال نزهة حسان، الحديقة اللي تم التحديث ديالها. وكتبان أمامنا إقامة السعادة أو عمارة السعادة اللي غادي تحول لواحد الفندق عن قريب. اللي كيتواجد كذلك باب البويبة من الأبواب كذلك اللي كيتواجد على مستوى شارع الحسن الثاني، بالإضافة لباب الملاح وباب الديوانة. باب البويبة كذلك كيدخلنا للسويقة ديال مدينة الرباط أو المدينة، كيتواجد فيها كذلك سوق الصباط. دائما شارع الحسن الثاني اللي كيعرف واحد الحركة كبيرة مع فصل الصيف. من على اليمين كتواجد امامنا الساحه ديال المارشي سنترال اللي كتدخلنا للكزا وكذلك السويقه ديال مدينه الرباط. وعلى اليسار شارع محمد الخامس اللي كيتواجد فيه البرلمان. من امامنا كيتواجد باب الحد. هنا نفق باب الحد اللي كيربط شارع الحسن الثاني بشارع مصر. هذا هو نفق باب الحد، طريق على طول كتخرجنا في ديور الجامع. وهنا على اليمين راه كتخرجنا في شارع مصر اللي كيتواجد فيه باب العلو، اللي كتواجد فيه كذلك مقبرة الشهداء، وكيهبطنا على كورنيش ديال الرباط سوق الماطر. هنا على اليسار كيتواجد واحد الباركينغ بريفي.
كيتواجد أمامنا شارع العلو أو باب العلو. الشارع اللي كيخرجنا مباشرة أمام قصبة الوداية أو السور ديال الدخلة ديال قصبة الوداية. كذلك كاينين هنا مداخل كثيرة للسويقة لمدينة الرباط. يتواجدوا كذلك فنادق، وكاينين رياض ديال الضيافة. وعلى اليسار كيتواجد السور ديال مقبرة الشهداء. كيبان أمامنا السور ديال الوداية. وهاد المطار على اليسار كيخرجنا في شاطئ الرباط، وعلى اليمين كيهبطنا مباشرة لشارع مراسة، الشارع اللي كيتواجد فيه كورنيش مدينة الرباط. كيبان أمامنا السور ديال الوداية. وكذلك تيبان أمامنا كورنيش ديال مدينة الرباط، كذلك مسرح الكبير وبرج محمد السادس، معالم تاريخية للمدينة، وكذلك صومعة حسان.